السلام عليكم. قبل بدء الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد لحظة بلحظة. بعد تيقن المجلس العسكري في مالي أن الأزمة الدبلوماسية التي تحاول افتعالها مع الجزائر لم تكن لتصب لصالح دولة مالي، خاصة بعد محاولة أطراف عسكرية في مالي نسف اتفاق السلام الذي أبرم في الجزائر من عام 2015، وأن الخاسر الأكبر في هذه الأزمة هي المصالح المالية في المنطقة، وأن الجزائر مستعدة في أي وقت أن تزيح العساكر الذين استولوا على السلطة في باماكو. قرر المجلس العسكري في مالي بقيادة عصامي غويتا تخفيف حدة التوتر مع الجزائر وتفضيل الاعتذار الدبلوماسي بدل التصعيد مع القيادات الجزائرية بقضية خاسرة من بدايتها، أين عرفت الأزمة بين الجزائر ومالي تطورات جديدة، إذ قررت الجزائر العاصمة الإبقاء على قنواتها الدبلوماسية مفتوحة مع باماكو بعدما قرر المجلس العسكري الرجوع إلى وعيه وصوابه. وكشفت مصادر مطلعة أن الجزائر أعادت سفيرها إلى العاصمة المالية باماكو، فيما سيغادر السفير المالي بلاده عائدا إلى الجزائر في الساعات القليلة القادمة. واستأنف السفير الجزائري عمله بشكل رسمي في العاصمة المالية باماكو، وتشير هذه الخطوة إلى تجنب الطرفين لأي تصعيد دبلوماسي قد يتسبب في قطيعة تضر بمصالح البلدين المشتركة. هذا وكشفت بعض المصادر عن اجتماع رفيع المستوى في الجزائر العاصمة مع قيادات المجلس العسكري في مالي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، في حين أشار البعض إلى أن عصامي غويتا سيترأس وفد بلاده إلى الجزائر في محاولة منه لتقديم قرابين الولاء والطاعة للقيادات الجزائرية والتشاور لإيجاد حل للأزمة المالية وإيجاد مخرج سلمي وتسليم السلطة للمدنيين في أقرب فرصة ممكنة عبر انتخابات رئاسية نزيهة.